عالسلامة جماهير النادي الافريقي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا برشا اخبار تخص الاحمر والابيض، وين باش نحكيو على منافسين النادي الافريقي في الدوري التمهيدي، كيفاش نحكيو على عرض جديد نعيم السليتي وبرشا اخبار اخرى. لكن قبل هذا ما تنساش تخلي سبسكرايب باش توصلك اخر الاخبار، وكالعاده شجعونا بلايك. اليوم الاتحاد الافريقي لكرة القدم عمل سحب القرعة الدوري التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا، وبصفة رسمية نادي الافريقي باش يواجه جوليبا المالي في الدوري التمهيدي الاول. مباراة الذهاب باش تلعب في تونس في رادس، اما بالنسبة لمباراة الاياب باش تكون في مالي، في مواجهة مش باش تكون سهلة قدام واحد من اكثر الاندية خبرة في الكرة المالية، والاكيد انه برشا منكم ما يعرفوش المنافسة هذايا. هذاك علاش انا باش نعطيكم فكرة صغيرة على الفريق هذايا. جوليبا المالي في الموسم الفارط توج كبطل الدوري المالي، وين لعب 26 مباراة وربح في 18 مباراة، خسر كان في 3 وعدل في 5، يعني من الاخر من 78 نقطة حصل 59 نقطة. مش هذا بركة، الفريق هذا سجل 41 هدف وقبل كان 12 هدف بركة، يعني المنافسة هذي ماهوش باش يكون ساهل، والنادي الافريقي لازم يتعامل بجدية تامة مع الفريق هذايا. تعديو تو نحكيو على الخبر الثاني. بعد ما وقفت المفاوضات مع نعيم السليتي بسبب الجانب المالي، الملف يعاود يتحل مرة أخرى، وحسب آخر المعطيات إدارة النادي الإفريقي قدمت عرض جديد للاعب أعلى من العرض الأولاني، في محاولة أخيرة بإقناعه الانضمام للنادي الإفريقي، لكن القرار النهائي يبقى بيد نعيم السليتي، إما يقبل العرض ولا يختار مواصلة مسيرته في وجهة أخرى. لحد الان مازال ما فما حتى اتفاق رسمي، في انتظار رد نعيم السليتي، والحقيقه الصفقه هذيا طويله برشا وان شاء الله يجي الفرج على قريب. وكما سبق وحكينا في الفيديو اللي فات وكذبنا الاخبار اللي قاعده تدور على خروج اسامه بوقره من حسابات ماهر الكنزاري، البارح جانا التاكيد الرسمي على كلامنا. اسامه بوقره رجع للتمارين بشكل عادي مع المجموعه بعد ما برا من الاصابه اللي كانت على مستوى الركبه، وهذا ياكد انه غيابه كان لاسباب صحيه ماهوش بسبب قرار فني من المدرب ماهر الكنزاري. من جهه اخرى الكنزاري طلب من اداره النادي الافريقي ضروره التعاقد مع مدافع محوري جديد قبل نهايه الميركاتو. الكنزاري يرى انه الفريق مازال يستحق دعم في الخط الخلفي، خاصه بعد مغادره بن عبده والشريفي، وبالتالي من المنتظر الاداره توصل البحث على مدافع قادر على تقديم الاضافه في الايامات المتبقيه من الميركاتو. نتعداو لاخر اخبار في ندوتنا الاخباريه، وين النادي الافريقي باش يلعب زوج مباريات وديه في الايام القادمه. نحكيو على نهار الجمعه 7 اوت كونتر ساقية الداير، ونهار السبت 8 اوت ضد الاتحاد القرطاجني. زوج مباريات اخرين باش يعطيو ماهر الكنزاري فرصه انه يواصل تقييم المجموعه قبل انطلاق الموسم نهار 22 اوت. لهنا وصلنا لاخر نشره اخبارنا، ما تنساش تخلي سبسكرايب باش توصلك اخر الاخبار، وشجعونا بلايك. السلام عليكم.